خلاص كرهت من الباك وعييت وتعبت، مانيش قادرة نقرأ حرف. كل ما تقول هكا تذكر قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. مانيش قادرة نتحمل. قال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هاد القراية صعيبة بزاف، محند مليح. قال الله سبحانه وتعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. راني خايفة نفشل والناس يضحكوا عليا، خايفة ما يكفينيش الوقت، خايفة ما نلحقش ولا ما ننجحش. اسمع مليح هاد الكلام، خليها قاعدة عندك: ما دام الغيب بيد الله فتوقعه جميلا، اكسر خوفك والله غير يكفيك الوقت. وكان غدوة يكون الباك مازال الوقت، قرا ما تزيد تخمم حتى في حاجة. مرات تشتد وتشتد الأمور، ثم يأتي الفرج من حيث لا تحتسب، فكن على ثقة بالله دائما وقل يا رب. خذوا بالأسباب واللي هي الجد والمثابرة، فرحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. خطواتك لتحقيق الهدف قد بدأت الآن، واترك النتيجة لله وحده. أنت المسؤول عن السعي لا النتيجة. كفاك خوفا من المستقبل، المستقبل بيد الله وحده. ستصلون بإذن الرحمن، كونوا متفائلين. صدقوني خوتي، ما كانش قد فرحة الباك. صح درك تكونوا تعبانين، بصح تخيلوا الفرحة اللي راح تكون على وجوه والديكم، أو الراحة اللي راح تعيشوها بعد ظهور النتائج، وتكونوا من الناجحين والمتفوقين. والله كنت تشوفوا فرحة الباك كيفاه دايرة، تقراو 24 ساعة في النهار ماشي غير ساعات. خليها قاعدة عندك، للدراسة قاعدتان: أولا عدم الاستسلام، ثانيا تذكر القاعدة الأولى دوما. تذكر أنك وعدت نفسك بعدم التوقف حتى تصبح فخورا بها. يوما ما ستقول لنفسك: لقد فعلتها. من أساسيات النجاح التوكل على الله، تحديد الهدف، الاستمرارية. لا تتكاسل، انهض الآن وقاوم. أتمنى أن يكتب الله في نهاية قصتكم أن السعي كان في الاتجاه الصائب، وأن العوض ينسيكم كل التعب، وأن تشاهدوا وتلمسوا أحلامكم مجسدة أمامكم، وأنكم نلتم ما صبرتم لأجله. إن شاء الله هذا الفيديو يحفزكم ويخليكم تنوضوا تقراو بقوة باش يولي حلمكم حقيقة مجسدة على أرض الواقع. بالتوفيق.